طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقيكم اليوم في قصاصتنا الثانية إن شاء الله، والخاصة به الدعم النفسي والمجتمعي له، ومتأثرين بالحروب والنزاعات الحاصلة الآن في السودان، وهي جاية ضمن مشروع حدثنا عنه كثيرا في قصاصاتنا الفاتت، وهي مشروع هويتي اللي بنسعى من خلاله أنه نعمل على أن نقلل بعض الصدمات الحاصلة على مستوى مجتمعنا المحلي نتيجة الحرب القائمة. وهو واحدة من الأدوار المهمة جدا اللي بيقوم بها أساتذة الجامعات، وبالتحديد الآن نحن نمثل جامعة الفاشر، هذه الجامعة العريقة التي خرجت عدد من الكوادر المؤهلة. واحد من الأدوار المهمة بالنسبة لنا اللي محتاجين نقدمها حقيقة في هذه القصاصة. بنجدد ترحابنا في قصاصتنا الثانية بدكتور عمر محمد أحمد، وبنقول لك حللت أهلا إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة من قصاصات الخاصة بتقديم الدعم النفسي لمجتمعنا في السودان إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك. حقيقة في هذه القصائد دكتور عمر تكلمنا في المرة اللي فاتت عن تهيئة نفسية وعن مداخل عامة خاصة بعلم النفس وتأثيره واحتياج المجتمع له. حقيقة كل مرة بندي خطوة لقدام في كبسولاتنا اللي بنقدمها لمجتمعاتنا في السودان عن عملية التدخل. يعني بنتكلم عن التدخل، دائما الناس بيسمعوا في التدخل ده يا دكتور عمر تدخل عسكري وتدخل حربي وتدخل غيري. نحن الليلة جايين نعمل تدخل لضرورته، خاص تدخل نفسي وخاصة بالتقديم الدعم النفسي بالمجتمع. في القصاصة دي محتاجين تركز لنا على أنه نحن محتاجين لمختصين، محتاجين لمجتمع كامل يتعاون فيما بينه لتقديم جرعات. فأنا دارك تتكلم لي الليلة عن دور المختصين، سواء كان أساس الجامعات، سواء كان خبراء نفسيين، سواء كان باحثين أو غيره، في تقديم جرعات مهمة جدا للمجتمع لها تساهم في امتصاص هذه الصدمة من المجتمع إن شاء الله. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. أنا سعدت شديد أن أكون معك للمرة الثانية في هذه القصاصة، ويمكن يكون واحد من الحاجات اللي هي ذكرتها أنك مهمة جدا عملية التدخل، أو اللي دائما نقول عليها psychological intervention. التدخل النفسي دائما نحن يا جماعة يمكن يكون في مجال علم النفس عندنا مستويات له، وهذه المستويات يمكن يكون من أهم المستويات اللي نحن قاعدين نبدأ بها دائما. في مجال الدعم النفسي الاجتماعي ما ضروري إنه يكون في مختصين. يعني أنت ملاحظ إنه في مستويات التدخل ممكن يكون عادي شديد إنه في أفراد هم مؤهلين مدربين، أفراد الأسرة، الأصحاب، غيرهم. كل الناس دي ممكن شنو يا جماعة تقدم خدمات عملية الدعم النفسي الاجتماعي. فإذا نحن محتاجين، عشان كده المرة اللي فاتت برضه أشرنا إلى إنه إذا في واحد مختص أو طالب من طلاب علم النفس، نحن يعني هم تلقوا جرعات كافية جدا مثلا في الجامعات في التدريب وغيره، ممكن يقوم بتدريب عدد. يعني يمكن يكون نحن واحدة من تجاربنا برضه دكتور اللي هي كانت الفترة اللي فاتت، يمكن يكون قبل الشبكة، يعني عملنا جروبات وكان في تدريب اونلاين، يعني قدرنا نربط الناس المختصين، وبالتالي انه قدروا يؤدوا رسائل يعني كويسه جدا في انه يكون في تدريب شامل، يعني انه لكل الناس بكيف انه عمليه تقديم الدعم النفسي الاجتماعي. نحن اذا بدينا في عمليه حتى الاسعاف الاولي بالنسبه لنا، او في اللي هو المساعد في عمليات التدخل للدعم النفسي، نحن عندنا قاعده مهمه جدا الناس ممكن تتبعها دائما، وهي بسيطه جدا وممكن اي زول ممكن يقدم الاسعاف النفسي الاولي للفرد دائما في الحروب وفي النزاعات. انا يعني ببساطه لو لقيت انا ما مختص ولقيت يعني واحد ودار اقدم له دعم نفسي، كيف ممكن تتم عمليه التدخل؟ نحن دائما القاعده الرئيسيه اللي قاعدين نتبعها بيقول لك لوك ليسن لينك، يعني استمع، انظر استمع اربط. يعني دي حاجه من الحياه انك انت تتبعها في شنو. انظر انك دائما يعني ما تخط نفسك انت كمقدم خدمه عرضه لاي نوع من الحاجات اللي ممكن تكون خطر على حياتك. انظر تماما تامين الحاجه اللي انت فيها، ودي واحده من الحاجات المهمه جدا، عشان ما انك انت يعني دائما احنا عارفين في محلات الكوارث الحوادث في الفور السريعه والزلزاليه طوال دي ممكن تكون واحده من الحاجات الخطيره. بالتالي انت بتنظر بتامن الحاجه دي، بعد ذاك في حاجه ثانيه بتعملها اللي هو بتستمع. ونحن هنتكلم كثير جدا عن الاستماع، لانه مكمن الموضوع بتاع اللي هو السكيلز بتاعت التقديم السايكولوجيكال سبورت او السايكوسوشيال سبورت الدعم النفسي، هي عمليه الاستماع. ودي بنتكلم عنها ان شاء الله في قصصات لاحقه بالطريقه كيف يكون الاستماع وشنو يعني الاستماع اللي احنا بنقصده، بالاضافه لللينك. واللينك دي بتربطنا بالمستوى الاول اللي احنا قبل ذكرناه، اللي هو عمليه تقديم ما يحتاجه الفرد. مجرد ما عملنا الاساسمنت التقييم بالنسبه للفرد، بنشوف بنبدا له من الحاجه الاكثر اهميه، اكثر حوجه. فدي واحده من الحاجات
اللي احنا بنركز عليها دائما. عشان كده الثلاثه حاجات دي ممكن اي زول يتبعها في تقديم الخدمه، اللي هو الزول بيحتاج شنو، بعد ذاك بنعمل على تقييم احتياجاته وبنحاول نعمل اللينك اللي هو الربط بما يحتاجه هؤلاء الافراد. لعلك شاكر يا دكتور عمر في انك تكلمت على هذه التفاصيل المهمه واللي ركزت فيها على انه ما ضروري يا جماعه في انه المجتمع بتاعنا يكون فوقه لازم خبير مختص بالتحديد في الزمن المناسب ده بالنسبه للاسعاف الاوليه. يا جماعه زي ما بيكون في طوارئ صحيه خاصه بالجروح الكسور الغالي، كل الناس بيمشوا في طريق دورات خاصه بالاسعافات الاوليه. التدخل النفسي ايضا فيه مستويات، يعني انا ما بتكلم على مستويات علاجيه، أنا بتكلم على مستويات تشخيصيه عميقه وغيرها، لكن دائما لا من تحصل ازمه محدده لابد انه يكون عندك الجرعه من الحد الادنى اللي بتخليك تسعف هذا الانسان المعرض لانهيار عصبي، المعرض لصدمه عصبيه نفسيه، المعرض لاي حاله من الحالات دي محتاجين منك. انا شاكر جدا للكلام اللي قلته فيه، انه عملته الان جروبات خاصه بالدعم النفسي والتدريب النفسي على مستوى المجتمع، ودي واحده من الحاجات اللي بتنشر هذه الثقافه والمعرفه. ودي بتقودني طوال للسؤال الثاني دكتور عمر، فانه نحن عندنا مشكله حقيقيه في مسألة الاستجابة لاختصاصي نفسي. أنا لا أتكلم والله عندنا زول يا جماعة حصلت له مشكلة نفسية من هذه الحرب، وكلنا مرينا بهذه الأشياء وأنا تكلمنا كثير، فأنه ما في إنسان معصوم من أنه يكون معرض لهذه الهزة النفسية. كيف نقدر نستجيب فأننا نستمع للاختصاص النفسي؟ كيف نقدر نحول من ثقافة المجتمع نفسها تجاه أنها تعالج هذه المشكلات الصغيرة من حيث الاستجابة؟ تعليق على الحاجة دي شنو يعني؟ نحن في المجتمع السوداني نحن دائما بننأى عن أنفسنا بأننا نمشي ناخذ استشارة من أخصائي نفسي. طيب يمكن يكون واحدة من شكرا لهذا السؤال بالمناسبة، لأنه واحدة من الحاجات اللي قاعدين نعاني منها شديد إن إحنا في نقص بتاع توعية، ودي واحدة من الحاجات اللي أنا يمكن أكون أشرت فيها الرصاصة الأولى، إن يا أخي نحن محتاجين لأويرنس، ترايز الأويرنس سيشن اللي هو جلسات التوعية النفسية. نحن محتاجين المجتمع يعرف إنه نحن عندنا دائما اللي هو القصة تحت الاستيغما بتاعت إنه والله الزول ده ما يمشي الحتة بتاعت يقابل طبيب نفسي، أو هو إنه عندنا الحاجة دي، وهو ده طبعا واحدة من المفاهيم اللي محتاجة لتصحيح. ودي ممكن احنا نعملها من خلال اللي هو التوعية اللي احنا ممكن نعملها وسط المجتمعات بتاعتنا، وما بتتم الحاجة دي ما لم انه يكون في يعني مثلا دي القنوات اللي هي الان اللي هي متاحة الان في اليوتيوب الان، التدريب ممكن يكون لكل يعني الفئات كبيرة جدا من المجتمع، ودي ممكن تسهم في تصحيح هذه المفاهيم، وبالتالي نخليه ممكن يكون يتصحح اللي هو مفهوم عدم الاستجابه او عدم حتى فكره انه انا امشي لاقابل طبيب نفسي او اقابل اخصائي نفسي. حين انه في الوقت الحالي حتى الحوجه بقت كبيره جدا بالمناسبه دكتور ولاء في انه المجتمع العريض كله، يعني الان الازمه اللي خلفت الحروب دي بقت الحوجه يعني ماسه، وبالتالي الاضطرابات ذاته اختلفت وكثرت. يعني الان احنا يمكن يكون قاعدين في فتره في فتره في يوميا بنقابل كميه جدا من الحالات، يوميا بنقابل يعني انواع مختلفه من الاثار اللي هو بتاعت الحرب الحاصل. يعني في كميه من الاكتئاب اللي يمكن يكون حالات الاكتئاب، حالات الانكزايتي، وبعد شويه يكون في حالات برضه بتاعت السوسايد اللي هو حالات الانتحار، فكلها دي نتيجه لاثار هذه الحروب. فبالتالي احنا محتاجين كسايكولوجيست كاخصائيين نعمل مع بعض من خلال الموارد المتاحه عندنا اللي هذه القنوات، سواء كانت التواصل وسائل التواصل الموجوده، في انه نحن نقدر نسعى في المجتمع مع بعض، نقدر نتكاتف ان نعمل هذه القنوات لتسهم في تخفيف عده اثار هذه الحرب المدمره. نحن هي برضه واحده من الحاجات يا دكتور عمر اللي بتخلينا انه نتكلم على انه والله نحن مرات امكانات الناس وقدراتهم والمتاح بالنسبه لهم فانه يعكسوا هذه الاشياء بتكون محدوده. دي واحده من الحاجات اللي بتخلينا نحن في خواتيم رصاصتنا الثانيه دي نتكلم على انه لابد من ادوار تكامليه حقيقه ما بين المجتمع المدني، ما بين المؤسسات الرسميه، ما بين كل الفاعلين في هذا المجال. إن ما كنت انت مختص في مجال علم النفس، سخر امكاناتك، سخر قدراتك، سخر مواردك، انك تقدر تاسس لمشروع كبير جدا يقدر يوفر الاشياء المتاحه والممكنه، ان احنا نكون قادرين على ان نتدخل في كل المواقع ان شاء الله. فدي برضه مناشده يا دكتور عمر في اطار ختام قصصتنا الثانيه لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المهتمه جدا بالشان الخاص بامتصاص الصدمات الخاصه بالحروب في بعض المجتمعات، فانها تقدم دعم للمختصين ان شاء الله، وتوفر لهم كل ما هو متاح فانه يقدموا هذه الخدمه الكبيره جدا والجليله والمهمه في زماننا الحالي. شكرا جزيلا. ان احنا برضو يعني يمكن يكون في مجال دعم النفس الاجتماعي رفعنا يعني يمكن يكون تصورات كثيره جدا لجهات مختصه يمكن يكون في المجال ده، ولسه ما جاتنا صراحه استجابه، لكن سعيين في ان نعمل فولو اب، نتابع الموضوع بتاع مشاريع انه تقديم الدعم النفسي الاجتماعي. رفعنا حتى في يمكن يكون لاخواني في جامعه الفاشر
كان واحدة من التصورات بتاع له مشاريع خاصة بعملية تقديم الدعم النفسي في المعسكرات، عملية تقديم الدعم النفسي الاجتماعي في كل المناطق اللي هي فيها الحروب الآن، وكيفية حتى الانترفنشن والوقاية للناس حتى اللي لسه المفروض تكون جاهزة ومجهزة حالة لموضوع عملية الدعم النفسي الاجتماعي قبل ما يمكن يكون حتى الحرب تصل هنا. فكل الناس تجهز حالها وطلابنا كلهم نحن نتمنى انه عبر القناه الناس ممكن تتواصل معنا عادي جدا اذا في اي استشارات، نحن حتى يمكن يكون نخلي تلفوناتنا لكل استشاره نفسيه او في اي حاجه نحن بنحاول ان شاء الله نسهم، حتى اذا كان اونلاين ممكن نقدم حاجه الناس تحتاجها في مجال الدعم النفسي. شكرا جزيلا دكتور عمر على هذه الإطلالة الطيبة إن شاء الله، وهي مساحة نحن في خواتيم قصصنا دي نقدمها، وهي مناشدة كل المؤسسات على رأسها مؤسستنا هي مؤسسة التعليم العالي، فإنها تهتم بهذه المشروعات البحثية. في مساحة نشكر من خلالها عدد من المؤسسات اللي قدرت تقدم خلال الفترة اللي فاتت عدد كبير جدا من الجهود عبر مراكز دراسات السلام سواء كان في جامعات الفاشلة أو كل الجامعات السودانية. في مساحة لكل المنظمات اللي كانت عاملة بصورة كبيرة جدا فإنها تقدم جرعات مهمة على مستوى المجتمع. شاكرين جدا لكم، وزي ما قال دكتور عمر ان شاء الله حنخلي الكنترول اللينكس اللي ممكن تكون مربوطه سواء كان عبر قنواتنا المبثوثه او عن طريق الاتصال المباشر. سعيد جدا بهذه اللقيا، ونلتقيكم ان شاء الله في خواتيم قصصتنا الثانيه. بنقول لكم كناكم بعافيه والى ان نلتقي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.